انت كابتن رضا بتقول على معروف يوسف ما عندوش فكره. ده انا ما اعرفش لبس فانيله الزمالك ازاي. اتكلم جد. والله ده كل الناس بتقول ان معروف يوسف وحماده طلبه كانوا احسن اتنين. الناس تقول احنا بتوع كوره بقى. احنا لعبنا كوره، احنا مارسناها. وبعدين لما جينا دربنا درجه رابعه. يعني انا اول مشوار الكروي كنت لعبت درجه رابعه. وبعد كده صعدت درجه ثالثه، وبعد كده كان في حاجه اسمها الدرجه الثانيه، ما كانش في ممتاز ب. صحيح. وبعد كده كان الممتاز الف. واخد بالك؟ لما جيت دربت نفس الكلام. درجه رابعه ثم ثالثه. يعني معروف يوسف لا يصلح يلعب في نادي الزمالك، والمصحف لا يصلح ان يمشي جنب نادي الزمالك من 100 عقبه، مش يخش نادي الزمالك ويلبس فانيلته. في ناس طبعا كتير هتشتم وهتقول ده مش عارف ايه، لا يصلح. طب اقول لك حاجه، هقول لك على حاجه بسيطه. اتفضل. لو الصلاحيات دي خدها احمد حمودي مكان معروف يوسف، على الاقل عارف بقى قيمه النادي الاهلي وقيمه الجماهير في مصر، وعارف جمهور الاهلي ايه وجمهور الزمالك ايه. مش هيكسر الدنيا. بس يعني انت شايف ان احمد حمودي مقنع لغايه دلوقتي ولا مظلوم؟ خد فرص كتير. ما فيش حاجه اسمها خد فرص يا خالد، احنا عايزين نتكلم بصراحه ونتكلم يعني شايف ان معروف، بس معروف طريقه لعب معروف يوسف مختلفه تماما عن طريقه لعب احمد حمودي. ايه اللي بيعمله؟ يعني معروف يوسف عنده القدره على الدفاع اكتر من حمودي. انت نادي الزمالك ما تجننيش بقى، ما الكابتن جوهر الله يرحمه كان يقول لك اصل ما بيدافعش. مفيش حاجه اسمها، او مثلا في النادي الزمالك كان في مدربين طلعوا عليا ان انا ما بدافعش. جمهور الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور مصر اللي عايز بطوله مفيش حاجه اسمها بدافع. ما انا اهاجم اكسب وبعد كده يا عم شيلني ارميني في الزباله. اكسب الاول. طب اقول لك حاجه، انت اللي بيسمعونا دلوقتي تعليقاتك برضو بتبقى مستفزه نوعا ما. حصلت مشكله كبيره قبل كده ننساها، يعني موضوع طارق حامد. لا ما ننساهاش. لا هنسى. طارق حامد كان بالنسبه لك لعيب اقل من العادي، وان هو لعيب لا يصلح انه يلعب في نادي الزمالك. انت سمعت الحوار اصلا؟ ورغم كده طارق حامد دلوقتي غيابه بقى مؤثر جدا. انت بعد الوقت شايف طارق حامد يصلح؟ لا انت ما سمعتش الحوار اللي كان انه لعيب غالي 7 مليون كتير عليه. بس المشكله كانت في الرقم. بس برضه قلت ان هو لعيب يعني ماشي. ما هو لعيب بيدافع. انا بالنسبه لي لما لعيب يعني مثلا ده يدفع فيه 8 مليون مع احترامنا له، واحنا خلصنا القصه دي، ولا ايمن حفني ولا مصطفى فتحي ولا احمد حمودي. واحنا لو هنسمي المسميات بقى بكل حاجه في مكانها، لا ما في طماطم وفي تفاح. طب ما انا عايز اقول لك حاجه، طب ما احمد الشيخ كان نجم نجوم المهاره السنه اللي فاتت مدفوع فيه 8 مليون ولغايه دلوقتي ما بيلعبش. دي بتاعت مدرب. اصل في النادي الاهلي كذا مدرب دلوقتي. بص في النادي الاهلي غير نادي الزمالك. النادي الاهلي كله بيروح يقول لك ايه، نادي القيم والمبادئ، وما يتكلمش، يخاف يتكلم عشان الصحافه قويه. انما انت في نادي الزمالك لو ما لقيتش مصطفى فتحي، ده الفرق بين الاهلي وبين الزمالك. صالح سليم لما كان الله يرحمه ياخد قرار كان كل جماهير النادي الاهلي وراه يمين. خلاص مصدق. ماتش طارق ابو زيد ماتش وكان حد يقدر يمشي في مين اقوى؟ كابتن رضا